وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. في نصيحة أنا حرفيا بشكر ربنا كل يوم إن أنا عرفتها، وبشكر ربنا إن أنا عرفتها بدري قبل ما أخش في فترة الامتحانات، وهي إن ما ترميش حملك كله على المدرس. يعني لو عندك مشكلة ما تقولش يبقى أنا محتاج إن أنا أغير المدرس. ودي من أكتر الحاجات اللي أنت بتعملها، أول ما تحس إنك قصرت في جزء صغير من المادة تبدأ تغير المدرس على طول. وهنا عايز أقول لك إن الثانوية مكونة من 3 أجزاء: جزء من المدرس بيشرح لك المادة، وجزء مجهود شخصي منك أنت اللي هو انت بتعمل الواجب، بعد كده مثلا انت تبدا تلخص، بعد كده تبدا تحل كتب. كل الحاجات دي مطلوبه منك. وتالت جزء وهو نفسيتك وشغفك وطاقتك للحاجه اللي انت بتذاكرها. يعني بعد ما المدرس ده ما شرح، هل انت عندك طاقه بقى انك تقعد وتبدا تذاكر وتعمل كل الحاجات دي؟ فقبل ما تحصل لك مشكله وترمي حمل المشكله كله على المدرس، اسال نفسك الاول بقيه الاجزاء اللي عندك تمام، ولا انت بتوجه المشكله كامله للمدرس ومش عايز تنسب المشكله دي ليه. فكانت دي من اكتر الحاجات اللي والله صدقني هتفرق معاك جامد جدا. وهو ان انا مثلا لما كانت بتحصل لي اي مشكله بقعد مع نفسي واحدد الاول هل المشكله دي ناتجه مني ولا ناتجه مثلا ان انا ما عنديش طاقه، او ان انا ما بقيتش اذاكر زي الاول. مش اول ما تحصل لي مشكله اقول يبقى المدرس، لا انا لازم اغير المدرس ده. لا صدقني ما بتتحسبش كده خالص. ودي كانت نقطه مهمه حابب اكلمك فيها لانها مرتبطه جدا بفيديو النهارده. في الفيديو ده بقى ان شاء الله هقول لك ازاي تتعامل مع فتره المراجعه، بحيث ان انت ايه الكتب وافضل الكتب اللي انت تحلها، وتتابع مين اونلاين، بحيث ان انت بتبقى متوتر جدا الفتره دي ما بين المدرسين وما بين الكتب، وبتلاقي ده بيقول لك كتاب وده بيقول لك كتاب. ودي كانت من اكتر الحاجات اللي موتراني في الفتره دي، لان كنت خايف مثلا اخش وانا مش جاهز او لسه مشتت مش عارف ابدا فين واعمل ايه وكل الحاجات دي. فان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على كل حاجه اللي انا واثق ان شاء الله ان هي هتفيدك. وحابب بس اقول لك ان هو مش شرط ان انت تبدا مراجعه دلوقتي، ده مش وقت المراجعه اصلا. يعني انا ابتديت اراجع كانت من شهر 3 لشهر 4 تقريبا، هي في المده دي اللي انا كنت ابتديت اراجع. فمش شرط خالص انك تبتدي تراجع دلوقتي. نيجي بقى لاول ماده وهي العربي، وحاول تهتم كويس جدا بالعربي لانه ب 80 درجه وبيبقى اول ماده انت بتمتحنها، فحاول ان انت تهتم بيه كويس جدا. وانا حليت في العربي كتاب كيان وكتاب مستر محمد صلاح، بس هم دول اللي انا حليتهم طول السنه، والله كانوا كافيين جدا. مش مطلوب منك انك تجيب كذا كتاب وما تخلصهمش، بحيث ان انت لو جبت كتاب واحد وخلصته هيبقى افضل بكتير. والمراجعه بتاعتي كانت مع مستر محمد صلاح. وحابب اقول لك ان انت لو مش فاهم اي حاجه في العربي، ففي فتره المراجعه بس هتقدر تلم المنهج وهتبقى ممتاز فيه من مستر محمد صلاح. وده كان الكتاب بتاعه بتاع فتره المراجعه. وهنا الكتاب كان متقسم مثلا ان هو المحاضره الاولى على الوحده الاولى، وكانت المحاضره بتبقى شامله حل عن النحو والنصوص والادب والبلاغه والقراءه والقصه وكل الفروع حرفيا. فكان بيلم لك كل حاجه في العربي في فتره المراجعه دي، فكان الصراحه ممتاز جدا. ممكن بقى تسالني دلوقتي وتقول لي طب ما هو في مستر رضا الفاروق وفي مستر وليد محسن وفي بقيه المدرسين دول كلهم. انا كنت بتفرج على المدرسين دي كلها، يعني اللي متابع القناه من الاول عارف ان انا كنت بقول بتفرج على كل مدرس في كل ماده. بس كانت في الفتره دي هو محتاج ان انا ابقى مع مدرس واحد بحيث ان انا ما اضيعش وقت. فكنت شايف ان مستر محمد صلاح مميز في الحته دي لانه بيقدم لك المعلومه بس وفي وقت قليل. نيجي بقى للفيزياء، ودي كانت اكتر ماده انا اديتها مجهود، هي والكيمياء. وفي الفيزياء كانت دي الكتب اللي انا حليتها. بس لو جينا نلخص كل الكتب دي حرفيا ده افضل كتاب واهم كتاب انت تحله، وهو كتاب نيوتن. لو جيت تشوف الكتب هتلاقي ان المنافسه بتبقى ما بين كتاب الامتحان وكتاب نيوتن وكتاب الوسام. حرفيا نيوتن ده افضل كتاب فيهم. اسئله كتاب الامتحان بتبقى الاغلبيه سهله، واسئله كتاب الوسام بتبقى صعبه ومعقده جدا. كتاب نيوتن جامع بين الاثنين، يعني في اسئله سهله بتاهلك للصعب تدريجي. فحرفيا كان كتاب نيوتن ممتاز جدا جنب كتاب مستر محمود مجدي. وفي الاونلاين انا كنت منصه مع مستر محمود مجدي، بس كان لو في اي فيديو بينزل لمستر عبد المعبود سواء بقى شرح او مراجعه او حل كنت ببدا ان انا اتفرج عليه، بس منصه كنت مع مستر محمود مجدي. وبجد من كتر الشرح والحل والمراجعات واسئله الامتحانات اللي حلها معانا، فكانت مأهلانا ان احنا داخلين الامتحان مطمنين اننا ممكن نقفل. فمستر محمود مجدي مراجعاته بتبقى مثلا ايه، الوقت بتاعها قليل وبيديك المعلومه كامله، فكنت برجح مستر محمود مجدي. وحابب بس اقول لك على معلومه مهمه جدا، وهو ان انت لو مستواك كويس جدا في الفيزياء فانصحك ان انت تبقى المراجعه بتاعتك مع مستر عبد المعبود،
انما لو مستواك ضعيف او انت مثلا ما بتحبش الفيزياء، فكمل مع مستر محمود مجدي لانه هيحببك في الفيزياء. وانا برضو كنت بتفرج على مراجعات دكتور كورولوس كامله، يعني كنت بعد ما بخلص مستر محمود مجدي كنت بخش اتفرج على دكتور كورولوس، وهو كان منزل قيمه 7 8 محاضرات كده اللي هم الحل على المنهج كله. الحمد لله انا خلصتهم كلهم بجانب مستر محمود مجدي. نيجي بقى للكيمياء، والكيمياء طبعا كتاب مندليف. بص، لو في اي حد قال لك هات اي كتاب غير كتاب مندليف، اسال الاول عن الكتاب ده، بس مهم جدا انك تجيب كتاب مندليف حتى لو هتحله لوحده. يعني انا لما سالت دفعه 2022 ايه اهم الكتب اللي يعني اجيبها في الكيمياء، قالوا لي هات كتاب مندليف، وده كان مقارب جدا لامتحاننا. لما دخلت امتحان 2023 والله الاسئله كانت مقاربه جدا لكتاب مندليف، فمهم جدا انك تجيبه. وانا حليت كتاب مندليف وحليت كتاب مستر خالد صقر، دي الكتب اللي انا حليتها. وكنت بحل شويه من مستر عبد الجواد لما كان بينزل محاضرات، بس كان اعتمادي كله على مستر خالد صقر. وحابب بس اقول لك ان كل مدرسين الكيمياء اللي موجودين ممتازين جدا، ولو خدت قرار انك تكمل مع اي مدرس فصدقني مش هتندم، سواء بقى مستر خالد صقر او مستر عبد الجواد او مستر عبد الله حبشي. حرفيا الثلاث مدرسين دول ممتازين جدا. بس نصيحه مني ليك، لو انت لسه كيمياء كهربيه او مثلا عايز تراجع كيمياء كهربيه فخليك مع مستر خالد صقر، انما الكيمياء العضويه انصحك بمستر عبد الجواد. لو جينا بقى في الاحياء، انا كنت مقلق شويه من الاحياء لان الاسئله لما بتيجي رسومات وكده، ويعني احيانا بتبقى اول مره انت تشوف الاسئله دي. فانا حليت كتاب التفوق وحليت كتاب الامتحان وحليت كتاب مستر احمد الجوهري. وكتاب مستر احمد الجوهري كان مقسم لكتابين، كتاب شرح وكتاب الحل. وكتاب الشرح كان فيها اسئله، فاللي هو بتلاقي الاسئله كتير قوي كده، بس كانت بتبقى حاجه كويسه يعني. ومستر احمد الجوهري حرفيا من افضل المدرسين، واللي لو قعدنا نشكرهم من هنا للسنه الجايه مش هنوفي له حقه. اللي هو مدرس الصراحه كان بيتقن عمله بطريقه كبيره قوي. انت وانت داخل محاضره مستر احمد الجوهري بتلاقيها مثلا متقسمه تمهيد للدرس، بعد كده شرح الدرس، بعد كده مذاكره الدرس، بعد كده حل على الدرس. انت متوقع او متخيل كميه المعلومات اللي انت بتاخدها في درس واحد بس؟ فالصراحه كانت فتره المراجعه معاه، لو انت مش فاهم اي حاجه في الاحياء وابتديت مع مستر احمد الجوهري صدقني هتبقى فاهم الاحياء كلها. ولو جينا في الجيولوجيا، انا حليت كتاب الامتحان وحليت كتاب التفوق وحليت كتاب مستر ماجد امام. وهنا انا حليت الكتب دي لان مستر ماجد امام حلهم معانا، يعني هو حل الكتب دي كلها معانا. وهنا نرجع لنقطه ان انا كنت بقول لك ما تقلقش خالص لو في ماده حاسس ان انت مقصر فيها او مش كويس، لان في فتره المراجعه والله من كميه الاسئله اللي انت بتحلها بتبقى خلاص انت مقفل الماده دي حرفيا. فما تقلقش خالص لو في جزء واقع منك دلوقتي هتلمه كله في فتره المراجعه. لو جينا بقى للانجليزي، انا في الانجليزي كنت باخد سنتر، وكنت باخد جنب السنتر مع مستر وائل ميلاد. وانا متاكد ان الانجليزي من اكتر المواد اللي بتسبب لك حيره كبيره جدا، لان في مدرسين كتيره قوي. بس صدقني ايا كان اختيارك كمل واستعين بالله، وهتلاقي ان شاء الله الانجليزي سهل وهيتلم معاك. فانا كنت منصه مع مستر وائل ميلاد وكنت باخد في السنتر. والكتب اللي انا حليتها، حليت كتاب المعاصر وحليت كتاب المدرس اللي انا كنت باخد معاه في السنتر. وطبعا كتب مستر وائل ميلاد ملهاش عدد، ان هو انت ممكن تقعد تحل الاسبوع كامل في محاضره محاضرتين ومش هتخلص الاسئله. فلو انت من النوع اللي بيحب الحل الكتير او الحل الكتير بيثبت معاه المعلومه، فطبعا مستر وائل ميلاد هيفيدك كويس جدا في الحته دي. ولما كانت في اي محاضره حل بتنزل سواء بقى من مستر حسن النجار او قناه انجليشاوي او قناه فول مارك انجلش، كنت لازم اخش واتفرج على الحل. فكنت بحب ان انا احل كتير قوي في الانجليزي، لان يعني كتر الحل بيثبت معاك القواعد وبيخليك تحفظ كلمات كتير. فحاول ان انت استمر مع مدرس، بس لو في اي حد تاني بينزل حاجه وحاسس ان هي هتفيدك ابدا اتفرج عليها. في الفرنساوي، انا الفرنساوي كانت من اكتر المواد اللي انا كنت مقلق منها، مع ان كانت كل المدرسين وكل الناس بتقول ان الفرنساوي ده ماده بتلم بها درجات. بالعكس انا كنت شايف ان هي ماده بالنسبه لي يعني شبه جديده، او ان انا مش عارف فيها اي حاجه. والله يعني كانت من اكتر الامتحانات اللي جت سهله ونقصت في الفرنساوي درجه. وانا لما جيت اراجع الفرنساوي راجعته مع قناه فرنشاوي، يعني طبعا محدش يعرف ميسي وليد صاحب قناه فرنشاوي. وانا راجعت الفرنساوي كله، انا راجعته في اخر شهرين. وحرفيا كان يعني الكلمه المميزه بتاعته لو حد معاه في المنصه وكده اللي هي كلمه الزواتين. فكان بيقول لنا تعالوا بقى اديكوا الزتونه بتاعت القاعده دي. حرفيا احنا دخلنا الامتحان كان كله من الزواتين اللي هو اداها لنا. فكان بجد يعني ممتاز جدا، وربنا يبارك له ان هو لم معانا المنهج كامل في شهرين. والكتب اللي انا حليتها، حليت كتاب ميسي وليد وحليت كتاب برافو. بس بعد كده اكتشفت ان هو كان كتاب واحد كان كفايه جدا، وان انا ما كنتش محتاج احل اكتر من كتاب خاصه في الفرنساوي. وكده كنت قلت لك على المدرسين واهم الكتب اللي انت لازم تجيبها وتحلها. وحابب برضه اقول لك ان انت لو ابتديت مع اي مدرس فتمام استعين بالله وكمل زي ما انت، لان زي ما قلت لك الجزء الاكبر والله بيبقى عليك. في ناس بتخلص مواد كامله مع نفسها، يعني هو بيبدا يجيب شرح كده من على اليوتيوب وبيخلص الماده كامله مع نفسه، وانت اكيد تعرف ناس كتيره كده.
فايا كان المدرس اللي انت هتبتدي معاه استعين بالله وكمل. وعايزك بقى الفتره الجايه تحل كتير جدا، لان اللي هيميز الطلبه الفتره الجايه هو ان في طالب بيحل اكتر من طالب تاني. وحابب برضه اقول لك على حاجه مهمه، وهو ان انت ما تخليش يعني دماغك مقفوله او محكومه بحاجه معينه. لا، انت اتفرجت مثلا على مستر وما فهمتش منه الجزئيه دي كويس، روح هات مستر تاني وابدا هات منه الجزئيه. ده هيساعدك كويس جدا ان انت بتبقى بتلم افكار كتير ومفيش جزئيه بتقع منك. وعايز بس افهمك ان هي مش بالكتب الكتير، وما تقعش في نفس غلطتي ونفس الغلطات اللي هتقع فيها بقيه زمايلك. هو كتاب واحد كفايه لو هتجيبه وهتخلصه. يعني ايه الفايده لما تجيب 3 كتب وتحل مثلا من كل كتاب شويه، فهتلاقي ان المحصله في الاخر هي محصله كتاب واحد، وانت صدقني مش هيبقى عندك وقت. فان انت تجيب كتاب واحد جنب مثلا كتاب المستر او كده وتخلصهم، فصدقني انت كده صح. بس ودي كانت من اهم الحاجات اللي كنت عايزك تاخد بالك منها كويس جدا، واهم النقط اللي لازم تخلي بالك منها. وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي نفسيتك بتتحسن والانتاجيه بتاعتك بتزيد، بناء عن ان انت هتلاقي ان الفتره الجايه مستواك بيتحسن ان شاء الله. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي عشان لو حبيت تسالني في اي حاجه. واخر حاجه بقى، ما تنساش تصلي على النبي. سلام.